انا حليت اكبر مشكله في كلود وقدرت اخليه يجنريت صور. تعال اقول لكم عملتها ازاي. هتدخل على aistudio.google.com/api keys وتدوس create API key وتسميه اي حاجه، فلنفترض ان احنا هنا هنسميه كلود، وتدوس create key. انسخ الاي بي اي كي بتاعك وما تنساش تفعل البيلينج اكونت. هننط على كلود، نخش على settings وبعدين developer وبعدين edit config ونفتح cloud desktop config.json، وهنا هنضيف الام سي بي سيرفر بتاعنا بالشكل التالي. وما تنساش تضيف طبعا الاي بي اي كي بتاعك. بس كده. دلوقتي لو قفلنا كلود وفتحناه تاني، مفترض لما نخش على السيتنجز بعد كده ديفلوبر تلاقي عندك جيميناي متفعل. ودلوقتي لو رحت على كلود وقلت له create a new random image using Gemini MCP، ان هو هيعمل كده. اديله دقايق هياخد وقته، وبس بقى عندنا الصورة التحفة دي. بس كده. لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر والام سي بي اللي انا بستخدمه، اكتبوا لي 9K في الكومنتس وهبعت لكم لينك المقاله اللي بتشرح كل حاجه بالتفصيل.